السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا الشاطرين طلاب أولى ثانوي دفعة 2025. أهلا بك يا بطل في التقييم الأسبوعي الثاني. يا رب تكون بس استفدت من التقييم الأسبوعي الأول، بس خلي بالك من حاجة، إن التقييم الأسبوعي دوت أصلا هو مهم جدا. أنت بتكون محتاجه في المدرسة، وخلي بالك بيجيلك منه أسئلة كتير سواء في الامتحانات الشهرية سواء في امتحان آخر السنة إن شاء الله. فتعالى كده يا بطل مع بعض كده إن شاء الله نبدأ مع بعض التقييم الأسبوعي الثاني. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الفاتح. تعالى كده نبدأ مع بعض أول سؤال من أسئلة التقييم الأسبوعي الثاني. السؤال الأول بيقول لك إيه؟ بيقول لك إن الفيزياء الحديثة بمنهجها التجريبي أجبرت الطبيعة على أن تكون طوع الإنسان، وأصبح متحكما في مواردها الذاتية محققا لرفاهيته. يعلل مما سبق ظهور إحدى مراحل تعامل الإنسان مع البيئة، وهي خلي بالك هنا بيقول لك تحقيق رفاهيته. بيقول لك إن الإنسان استخدم منهج تجريبي عشان يحقق رفاهيته. وخلي بالك، هل دي تخريب وتدمير؟ لا، أنا لسه ما خربتش، خلي بالك أنا استفدت منها أهو، أنا بستفيد بحقق رفاهيتي. أنا لسه ما أجبرتش الطبيعة إن أنا أبوظها خالص، إن أنا أحلب الطبيعة لحد آخر حاجة فيها. فهي خلي بالك هنا مش تخريب وتدمير. طيب، الجهل والخضوع. الجهل والخضوع إيه؟ بقول لك أنا استخدمت منهج تجريبي، منهج علمي، استفدت بيه إن أنا أقدر أتحكم في الطبيعة ديّة بحيث إن هي أحقق رفاهيتي في الطبيعة دي وأقدر أسيطر عليها. فهي طبعًا مش الجهل ولا الخضوع. طب الاحترام والصون. طب بالله عليك، هنا في حاجة اسمها احترام وصون؟ يعني أنا هنا كده باحترم الطبيعة؟ باقول لك أنا أجبرت الطبيعة، هو أنا باجبرك على حاجة وأنا كده باحترمك؟ لأ طبعًا. فدي مرحلة يا جماعة الاستغلال والسيطرة. الإنسان وصل لتقدم علمي، التقدم العلمي دوّة خلّاه يسيطر على البيئة، عشان كده بقى يقدر يحقق رفاهيته فيها. تمام؟ ده كده يا جماعة أول سؤال. السؤال التاني. السؤال التاني بيقول لك إن أفعال الإنسان غير الرشيدة في استخدام تقنيات الهندسة الوراثية. خلي بالك من هندسة وراثية دي، أدت إلى حدوث العديد من الكوارث الطبيعية واختلال التوازن البيئي. خلي بالك أنا عندي هندسة وراثية أهي لعبت فيها، وعندي اختلال في التوازن البيئي. قال لك كده استخرج مما سبق إحدى مراحل علاقة الإنسان والبيئة مدللا عليها بمثال من عندك. خلي بالك إحنا طلب مننا الناس إن إحنا نجيب حل الأسئلة المقالية في الPDF اللي بنشتغل منه، فأنا جبت لك الحل أهو. أنا لما كنا بنتكلم على مراحل علاقة الإنسان بفلسفة البيئة، ولو أنت كنت مذاكر مراحل علاقة الإنسان بالبيئة، قال لك إن الإنسان استخدم تقنيات وراثية، إن هو يعدل أشكال، إن هو يستخدم بنوك أجنة، إن هو يعمل استنساخ، إن هو يخرب الطبيعة. خلي بالك هندسة وراثية، اختلال في التوازن البيئي. أنا كنت قايل لك إن دي مرحلة اسمها مرحلة القهر والاستبداد. ممكن أقول له المثال دوت: قطع الأشجار دون زراعتها من جديد يؤدي إلى التصحر، ويؤدي إلى انقراض العديد من الكائنات الحية التي تعتمد على الأشجار. في كائنات كتير بتعتمد على الأشجار، الكائنات اللي هي بتعيش في الغابات عامةً، فهنا الكائنات هتتأثر، فهنا هيؤدي إلى التصحر، هيؤدي إلى انقراض بعض الحيوانات. ده كان السؤال التاني. نيجي يا جماعة للسؤال اللي بعد كده. بيقول لك يقصد بأوهام الجنس عند بيكون تلك الأخطاء التي يقع فيها بحكم. بالراحة بس كده، أوهام الجنس كده قبل ما نتكلم عنها وقبل ما نحكم عليها، خلي بالك إن إحنا قلنا دي أوهام عامة مش أوهام خاصة زي أوهام الكهف. فتعالى نتكلم كده. بيقول لك النظرة الذاتية الفردية، ذاتية ده أنا، ده ذاتية يعني خاصة بالفرد، فلا يا عم دي مش صح، دي يا عم أوهام اسمها أوهام الكهف، متضحكش عليا. رقم 2 أو رقم ب، استخدام ألفاظ وغامضة لغويًا، بارقة وغامضة لغويًا. لأ، أنا باستخدم ألفاظ غامضة لغويًا، لأ يا عم، ديّة كده أوهام اسمها أوهام السوء. أوهام السوق يا جماعة، معلش، أوهام السوق وليس السوء، أنا خرّفت. ج، التقبُّل السلبي لأفكار وآراء المشاهير. دي تنفع. تقبُّل سلبي لأ، تقبُّل سلبي ديّة آراء مشاهير، دي زي ما أنت عارف دي اسمها أوهام المسرح. رقم د، الطبيعة البشرية العامة الناقصة. خلي بالك إن في أوهام الجنس البشري دي أوهام عامة، بسبب إن إحنا عندنا أصلًا البشر مش كاملين،
يا جماعة هي الإجابة هنا هتبقى رقم د، الطبيعة البشرية الناقصة. أنا ممكن أحكم عليك من غير من أول لقاء بيني وبينك انطباع أول، فدوت بيؤدي إلى الوقوع في أخطاء كتيرة جدا، فأنا ما ينفعش أحكم على حد من أول مرة. فهنا يا جماعة الإجابة هتبقى رقم د. أنا بستخدم ألفاظ لغة غامضة، خلي بالك دي اسمها أوهام السوق، وبأكد لك عليها هي يا جماعة. السؤال اللي بعد كده، يقول عمك بيكون لكل منا كهف يعيش فيه، عقب برأيك مبينا كيف يمكن التحرر من أوهام الكهف. هو هنا الراجل عايز يتكلم عن أوهام الكهف. خلي بالك أوهام الكهف ديت زي ما أنت عارف إن ديت أوهام أو أخطاء فردية الفرد بيقع فيها بحكم ثقافته، بحكم البيئة اللي بيعيش فيها، حكم الثقافة أو التربية أو البيئة اللي بيعيش فيها. وهنا الإنسان بيتعمي عن أي آراء بتخالف أهوائه. أنا عايز القرار اللي أنا يمشي مع ميولي، يمشي مع رغبتي، حتى لو هو غلط. يا عم أنت مالكش دعوة، أنا عايز القرار ده زي ما هو كده. ده طبعا يا جماعة مش صح. طب أنا أخرج من الأوهام الكهف دي إزاي؟ بيقول لك أهو السؤال فيه شقين أهو، عقب برأيك وقول لي يا عم كيف يمكن التحرر منها. أنا ممكن أقول له القراءة في عديد من المجالات، تنمية الوعي والتفكير النقدي، بمعنى أنه لا يقبل الأمور على علتها. لا يعني من الآخر الراجل هنا بيقول لك فكر شوية، ما تقبلش الأمور زي ما هي. الموضوع محتاج شوية تفكير، محتاج شوية تفكير نقدي. فأنت يا جماعة لو عملت الكلام دوت هتتحرر من أوهام الكهف. السؤال اللي بعد كده، عبد الإنسان الأول روح الغاب ممثلة في الشجرة، ولم تكن عبادته موجهة نحو الشجرة ذاتها بل نحو الروح الكامنة. خلي بالك هو هنا بدأ بكلمة عبد. الإنسان عبد يصف ما سبق، إحدى مراحل علاقة الإنسان بالبيئة، وهي، طب لحظة كده، دي استغلال وسيطرة؟ لأ، أنا لسه قايل لك من شوية إن الاستغلال والسيطرة الإنسان وصل لتقدم علمي. التقدم العلمي دوت خلى الإنسان يحقق رفاهيته في البيئة، بقى الإنسان هو الكائن الأعلى، هو الكائن الأقدر على التحكم والسيطرة في كل الطبيعة أصلا اللي هو عايش فيها. فطبعا هنا يا جماعة ديت مش استغلال وسيطرة. طيب رقم 2، قهر واستبداد. بالله عليك بقول لك بيعبد البيئة، ده قهر واستبداد يا باشا. اللي يختارها قهر واستبداد روح ادفن نفسك، سبت وحد هتخش الجنة يوم الاثنين إن شاء الله. ديت يا جماعة مش قهر واستبداد. طب دي احترام وصون، فين انا بحترم هنا؟ لا ده مش احترام وصون، في فرق بين العباده وان انا احترم. فطبعا مش احترام وصون يا جماعه، هنا الاجابه التقديس والتأليه، ودي الاجابه الصح. بقول لك الانسان بيعبد، بيعبد. خلي بالك لو انت ذكي هتعرف تحل السؤال من اول كلمه فيه اصلا. السؤال اللي بعده بيقول لك ظهور المنظمات البيئيه غير الحكوميه في العالم المعنية باستدامة الموارد الطبيعية. هنا بيقول لك نستخلص مما سبق علاقة الإنسان بالبيئة في مرحلة كانت من أهم نتائجها. خلي بالك هنا المنظمات جاية عشان تعمل تنمية، استدامة يعني تنمية، عايزة تنمي الموارد الطبيعية. طب تعال نشوف كده أنهي مرحلة استغلال كل مقدرات الطبيعة والبيئة. يا عم بقول لك عايز أنمي، أنا هستغلها فين؟ عايز أنمي. فطبعا مش الإجابة رقم ألف. طب المعاناة من عداء الإنسان للطبيعة، ماشي. أنا بس هنا ما باتكلمش على معاناة، لأن أنا باقول لك أنا عايز أنمي البيئة، فده بيدل على إيه؟ يبقى مش المعاناة. رقم ج، الحفاظ على مقدرات الطبيعة، تمشي دي. التقديس والتأليه لقوى البيئة الطبيعية، لأ على فكرة تقديس وتأليه فين؟ ده هنا مفيش تقديس، ده هنا بيكلمنا على منظمات حكومية. منظمات حكومية فأنا كده بحافظ على مقدرات عناصر البيئة. فيا جماعة الإجابة رقم ج، الحفاظ على مقدرات عناصر البيئة. وخلي بالك دي مرحلة الاحترام والصون لو أنت مذاكر مراحل علاقة الإنسان بالبيئة. السؤال اللي بعد كده بيقول لك يا صديقي، يقول بيكون مخزيا حقا للجنس البشري أن تستكشف حقيقة العالم المادي، الأرض والبحر والنجوم، وتستظهر على هذا النحو المذهل، بينما تبقى حدود العالم الفكري محصورة في الكشوف الضيقة للقدماء. كشوف ضيقة للقدماء، خلي بالك أنا هنا
بارجع، أنا هنا عندي أفكار لناس معيّنة مش عايز أغيّرها، وبيقول لك هو بيتحسّر هنا على الإنسان، الإنسان يقول لك عمّال يفهم الطبيعة، عمّال يفهم كل شيء مادي، عمّال يفهم كل حاجة، وهو في أفكار قالوها الناس زمان هو مؤمن بيها وما حدّش يقدر يغيّرها، فهنا يا جماعة ده بيقول لك تحذّرنا المقولة من الوقوع في أوهام إيه؟ هل دي أوهام سوء؟ لأ، أنت عارف خلّي بالك إن أوهام السوء دي أصلًا ناتجة نتيجة أخطاء في اللغة، لكن هنا ما فيش أخطاء في اللغة أصلًا، فطبعًا ديّة مش أوهام سوء. طب دي أوهام كهف، هنا بيتكلم عن عالم داخلي، بيتكلم عن حاجة جوّه الإنسان؟ لأ يا عم مش أوهام كهف. طب أوهام جنس، لو اخترتها أوهام جنس تروح تحوّل صنايع دلوقتي حالًا، ما تقعدش في ثانوية عامة تاني، امشي روح حوّل صنايع، ما تجيش عندنا تاني هنا. طبعًا يا جماعة دي مش أوهام جنس، لأن أوهام الجنس أخطاء عامة، في نقص جوّه البشر إن أنا أحكم على الناس بسرعة. فيا جماعة ديّة أوهام المسرح، أوهام المسرح اللي هي بتقبل آراء المشاهير، اللي هي في آراء هي جاية في أذهان البشر، يا باشا أنا مترسخ في ذهني إن اللي بيقوله أرسطو قاعدة، ما حدش يقدر يغيّرها، تمام؟ فيا جماعة هنا دي أوهام المسرح. يقول عمك فولتير: إننا أبناء من نفس الأب، ومخلوقات من نفس الآلهة، وإننا عجين من الأخطاء والنقائص. خلّي بالك أخطاء ونقائص، باقول لك الإنسان ناقص إمتى؟ هتقول لي هنا بيقول لك الإيه، أول حاجة استخرج مما سبق أحد أوهام بيكن مدللًا عليه بموقف من حياتك اليومية. خلّي بالك هنا نقائص جوانا إحنا، فزي ما أنت عارف الإجابة هي يا جماعة إن ديّة أوهام جنس، أوهام الجنس، وهنا الموقف سرعة الحكم على شخص من خلال رؤيته اللي هو الإيه، الانطباع الأول، اللي الكلام ده اللي بيخلّيني أقع في أخطاء التفكير. لو أنت واخد بالك معايا الأسئلة عمّالة تتكرر، بس خلّي بالك والله العظيم الأسئلة دي مهمة جدًا، جدًا، جدًا لحد الصبح، تمام يا جماعة؟ فديّة أوهام الجنس. السؤال اللي بعد كده بيقول لك كثير من الشباب ينجذبون لوسائل التواصل الاجتماعي، تمام، في شباب ينجذبوا لوسائل التواصل الاجتماعي. ويقلدون المشاهير، وبيقلدوا المشاهير الذين يحققون مشاهدات عالية دون تفكير منهم. بيقول لك تخيل إن أنت بيكون، تخيل إن أنت بيكون، تخيل يوجه لهؤلاء، تخيل أنك بيكون، تخيل أن بيكون يوجه لهؤلاء الشباب نصيحة، بيكون بيوجه للشباب دي نصيحة في حدود سطرين. أنا عايز أوجه الشباب دي نصيحة اللي هم بيمشوا ورا المشاهير، بيمشوا أي حاجة يقولها أي حد مشهور، في ناس كده يا جماعة، هو أنت مشهور خلاص أنت كلامك مصدق يا باشا، يا عم هو إيه اللي كلام مصدق، هو إيه اللي أنت بتقوله ده أصلًا؟ فدوّة ما ينفعش. فأنا ممكن أقول له مثال من حياتي اليومية، يجب على جميع الشباب استخدام العقل في التفكير وتقبُّل الآراء كما هي، وعدم تقبُّل الآراء كما هي، أنا آسف، قبل فهمها بشكل كامل لتجنُّب الوقوع في يعني بيقول لك من الآخر ما تقبلش الآراء دي زي ما هي على علِّتها، لأ، اعمل برضه تفكير نقدي عشان تاخُد الكويس من اللي بيقوله الناس دي وتسيب الوِحِش، أنا مش عايز حاجة وِحشة، أنا عايز كل الكويس. فيا جماعة آدي الإجابة، هو عايز الكلام ده في حدود سطرين ودول سطرين أهو. السؤال اللي بعد كده. الراجل هنا بيقول لك إيه، بيقول لك إن التطور التكنولوجي والصناعي للمجتمع المتوجه نحو الاستهلاك لا يحقق النجاة والخلاص، ولا يمكنه الصمود أمام النتائج المرعبة لتدهور الطبيعة. سيبك من الكلام ده كله، بيقول لك أنا عندي تطور، التطور دوّة نتايجه مرعبة، خلّي بالك التقدم المبهر اللي أدى إلى نتائج مرعبة، قال لك هنا مش هيحقق لك النجاة، أنت كده التقدُّم بقى أعلى منّك. فهنا بيقول لك نستنتج مما سبق إحدى مراحل علاقة الإنسان بالبيئة وهي تفسير وتوظيف. لأ يا عم، تفسير وتوظيف الإنسان البيئة أقوى منّه، هو مش قادر على البيئة، البيئة بالنسبة له موحشة، مُقلقة، لا يستطيع السيطرة عليها، مش التقديس، مش التفسير والتوظيف، أنا آسف يا جماعة. رقم ب القهر والاستبداد، خلّي بالك هنا نتائج مرعبة، أنا قُلت لك قهر واستبداد، تقدُّم علمي مُبهر، تقدُّم علمي خلّى الإنسان بُص مسيطر على البيئة بشكل عالي جدًا، لحد ما البيئة خلاص فردت منّه، يعني هنا الإنسان قال لك بس أنا البطل هنا في البيئة دي، ما فيش حد قدّي، ما فيش حاجة اسمها ما فيش حد قدّك، ما أنت كده أدّيت لقهر الطبيعة، حصلت مشكلة للأجيال القادمة. فهنا يا جماعة الإجابة هي القهر والاستبداد. طبعًا مش احترام وصون، باقول لك نتايج مرعبة، طبعًا مش تقديس وتقليل.
هنا يا جماعة دي مش تفسير وتوصيف، دي أنا آسف أنا فسرت دي غلط. التفسير والتوصيف دي يا جماعة خلي بالك إن هي الإنسان فهم الطبيعة، فهمها بس. يعني مثلا لما الأكل يبوظ منه، هو هنا فهم إن الأكل ده بيبوظ نتيجة إن فيه بكتيريا، نتيجة إن فيه حاجة بتبوظ. أما في مرحلة التقديس والتأليه خلي بالك، لا الأكل بيبوظ إيه ده، بس ده مش عارف إلهي غضبان عليا. يا عم غضبان عليك إيه؟ الأكل ده بيبوظ بسبب عوامل فطرية، عوامل بكتيريا، عوامل مش عارف إيه. لكن ما فيش حاجة اسمها ده إله مش عارف إيه غضبان منّي عشان كده الأكل باظ. ده كلام مش منطقي. ده يا جماعة اللي كان بيعمله الإنسان في التقديس والتأليه الإنسان البدائي. أنا لخبطت بين التقديس والتأليه، ولخبطت بين التفسير والتوظيف، خلّي بالك معايا هنا. من أقوال توفيق الحكيم: الإنسان يولد نقيًا صافيًا، لكنه يضع السموم بيديه، ثم يبحث عن العلاج. خلّي بالك إن الإنسان بيتولد نقيًا، هنا بيقول لك إيه بقى؟ يصف القول السابق أحد أوهام الجانب السلبي عند بيكون، وهي: هل هي أوهام السوء؟ طب يا عم هو أنا هنا عندي أخطاء في اللغة؟ لأ يبقى مش أوهام سوء بكل بساطة أهو. أخطاء في اللغة؟ لأ يا عم مش أخطاء في اللغة، خلاص دي مش أوهام سوء، خلاص يا عم اركن دي. أوهام مسرح، هنا باتكلم عن تقبُّل آراء، باتكلم عن مشاهير، باتكلم عن أي حد، لأ يا عم معلش يا عم دي مش أوهام مسرح. طيب يا عم دي أوهام جنس، أنا باتكلم عن أخطاء عامة، باقول لك الورد بيتفرد نقيًا وهو اللي بيصنع السموم دي بنفسه، يعني هو ذات نفسه. طبعًا مش أوهام الجنس يا جماعة، ديّة خلّي بالك والله العظيم أوهام الكهف، ودي مهمة جدًا، جدًا، جدًا. السؤال اللي بعد كده: يميل كثير من الشباب إلى استخدام ما يسمى بلغة الفرانكو، بس أنت جيت للعبتك، لغة الفرانكو، إلى الحد الذي يجعلهم يجهلون اللغة العربية ويقعون في الأخطاء نتيجة ذلك. يصف الموقف السابق أحد أوهام الجانب السلبي عند بيكون، وهو: جانب سلبي، أخطاء في اللغة. أوهام مسرح أخطاء في اللغة؟ لأ طبعًا. أوهام كهف أخطاء في اللغة؟ قُلت لك بقى أوهام الكهف ديّة حاجة داخلية جوّه الإنسان، ما لناش دعوة بالكلام ده. طب أوهام الجنس أخطاء عامة، باتكلم هنا عن أخطاء عامة، لا أنا باتكلم عن حاجة في اللغة، خلّي بالك يا جماعة ديّة أوهام السوق. تعالوا يا جماعة نشوف السؤال اللي بعد كده بيقول إيه. بيقول لك: من الأخطاء التي أشار إليها بيكون في منهجه، ما يقع فيه الإنسان عن وعي نتيجة تسليمه الأعمى بصحة الآراء. خلي بالك أهو، تسليم أعمى لصحة آراء التي تلقاها عن الغير. آراء بيتلقاها عن الغير فبيقبلها على علتها زي ما هي، ما بيغيرش فيها. تعال نشوف الكلام ده بيقول لي إيه، هو عايز إيه من السؤال ده. استخلص مما سبق أحد أوهام بيكون معقبا عليها في حدود سطرين. خلي بالك، تقبل الآراء، آراء مشاهير، حاجات مرسخة في أذهاننا، قلت لك والله العظيم إن دي أوهام المسرح. خلاص يا عم أنا عارف إن دي أوهام المسرح والإجابة قدامك أهي. عقّب عليها في حدود سطرين، هتقول له بقى إن هي أوهام مسرح اتثبتت على عقول البشر من النظريات والمذاهب السابقة التي تفرض نفسها على الأذهان، مما يحقق أصحابها من الشهرة ومكانة كبيرة. أصحابها محققين شهرة، محققين مكانة كبيرة، فأنا بس أنا باقبل آرائهم زي ما هي، وده طبعًا ما ينفعش. لازم يكون عندك شوية تفكير، لازم تفكر بعقلك، لازم يكون عندك تفكير نقدي زي ما قُلنا في السؤال اللي قبل كده. السؤال اللي بعده بيقول لك: يا صديقي، ظهرت المنظمات البيئية غير الحكومية. منظمات بيئية غير حكومية، تمام، عايز إيه تاني برضه مش فاهم. في العالم المعنية، المعنية دي يعني المهتمة باستدامة الموارد الطبيعية، يعني بتنمية الموارد الطبيعية بهدف الحفاظ واحترام الحياة البرية. أهو عايز أحترم، عايز أحافظ. في ضوء ما سبق اقترح 2 من الحلول للحفاظ على البيئة. خلي بالك أي سؤال اقترح، أنت لو جبت له أي حاجتين أنت من وجهة نظرك، أي اقتراحين، خلي بالك والله الراجل بيديك الدرجة، وده سؤال أصلا مضمون. فأنت هنا ممكن تقول له إيه؟ ممكن تقول له هنا إصدار التشريعات والقوانين اللازمة لحماية البيئة، لحماية البيئة. 2، الاهتمام بأخلاقيات البحث العلمي لحماية الكائنات الحية وحماية كمان حقوق الأجيال الأخرى. يا عم اهتم بأخلاقيات البحث العلمي، يا عم اعمل تشريعات، يا عم تخصص ميزانيات تلزم اللي في البيئة إن هم يحافظوا عليها، عشان خاطر ما يحصلش اختلال للي عايش وما يحصلش ضرر للأجيال اللي جاية بعد كده. تمام كده يا جماعة؟ تعال نشوف السؤال اللي بعد كده. إجابة السؤال إيه يا جماعة؟
التخطيط العلمي السليم الهادف إلى التخفيف من التلوث البيئي. تخطيط علمي عايز يخفف من التلوث البيئي، يجب أن يسبق إنشاء أي منظمة صناعية بحيث يتم تحديد المقاييس الخاصة بالتركيزات القصوى للمواد الملوثة. خلي بالك هنا، نستخلص مما سبق علاقة الإنسان بالبيئة في مرحلة كانت من أهم نتائجها إيه؟ طب هنا بيقول لك التخطيط العلمي السليم. أنا بخطط، أنا بحافظ أهو لو تاخد بالك. طب هنا أنا بستغل؟ يا عم بقول لك أنا بخطط، أنا عايز أحافظ، طبعا مش استغلال. طب هنا أنا عانيت في حاجة؟ لا، أنا بقول لك أنا قبل ما الناس تعمل المصانع دي أصلا، هنا بيقول لك قبل يجب أن يسبق إنشاء الكلام ده كله إن أنت أصلا تاخد بالك تعمل خطة للكلام ده. فطبعا مش المعاناة من عداء الإنسان للطبيعة. طب هنا الحفاظ على مقدرات، ايوه يا باشا، هي الحفاظ على فكره ان هنا بحافظ على الطبيعه، بحافظ عليها، بحافظ على حقوق الكائنات الاخرى، بحافظ على حقوق الاجيال القادمه، بحافظ على كل حاجه فيها. طب هنا تقديس وتهليل خالص، انا ما بتكلمش عن حاجه، ما بتكلمش عن عباده هنا يا جماعه. السؤال اللي بعد كده، استطاع العلماء تعديل الماده الوراثيه. بس ماده وراثيه اهو، انت كده تقريبا عرفت احنا فين. ماده وراثيه بيغير في اي حاجه. نكمل. لا تحدث في الظروف الطبيعيه، فمثلا يتم تهجين البرتقال مع بص تهجين برتقال مع ليمون، وذلك لإنتاج فاكهة من نوع جديد لها طعم مختلف. يوظف ذلك للدلالة على إحدى مراحل تعامل الإنسان مع البيئة، وهي مرحلة إيه؟ خلي بالك من غير ما تقرأ الاختيارات أصلا. تهجين، قهر، استبداد. فيا جماعة خلي بالك، دي مرحلة القهر والاستبداد. فين الاحترام والصنف ان انا بقول لك انا عمال احط منتج ومنتج بيطلع لي منتج؟ طب ازاي؟ يعني انا هعملها ازاي دي؟ فطبعا يا جماعة دي مش احترام وصون. طب تقديس وتأليه؟ طب بالله عليك يا شيخ، بالله عليك، بالله عليك كمان مرة، دي تقديس وتأليه؟ يعني انت شايف ان دي تقديس وتأليه؟ فين التقديس؟ بقول لك انا بحط منتج ومنتج وبتحصل مشاكل وحوارات، فين تقديس انت بتقول ايه؟ فطبعا مش تقديس وتأليه. طب استغلال وسيطرة؟ طب هنا الإنسان استغل، هو استغل، بس هو كان بيستغل عشان يحقق رفاهيته، ما كانش وصل إن هو خلاص يدمر البيئة اللي كان فيه. هو كان بيستغل بس كان فيه موارد، الإنسان ما كانش بيفكر خالص. لا، هنا الإنسان بقى تعامى. فطبعا مش استغلال وسيطرة. الإجابة القهر والاستبداد. يقول عمك جراهام بيل: لا تمشي أبدا على الطريق المرسوم، لأنه يقودك حيث ذهب الآخرون. بص، طريق مرسوم، أفكار آخرين، الآخرين دول بيقول لك هنا إيه؟ حيث ذهب الآخرون. هتروح في مكان ذهب فيه الآخرون. طب هنا تعال نشوف السؤال طالب بس الأول. تحذرنا المقولة من الوقوع في أحد أوهام بيكون والتي تنشأ نتيجة النظرة الذاتية. ما أنا قلت بقى النظرة الذاتية دي يا عم محمد اسمها أوهام الكهف، إحنا مش هنهزر. طيب استخدام ألفاظ مش قلنا أوهام السوق؟ فطبعا ديت كده أوهام السوق. التقبل السلبي للأفكار وآراء المشاهير. بس هي دي الإجابة اللي أنا عايزها، اللي هي أوهام المسرح. بيقول لك ما تمشيش على الطريق المرسوم، عشان لو أنت مشيت عليه هتروح مع الذين ذهبوا، هتذهب مع الذين ذهبوا. خلي بالك، وهنا مش الطبيعة العامة للذهن البشري اللي هي الناقصة، إننا بيتكلم لك على الأوهام الجنس. خلي بالك طبعا دي مش أوهام جنس، ما بتكلمش عن حاجة عامة دلوقتي. طيب تعالوا يا جماعة نشوف بس السؤال اللي بعد كده. السؤال هنا بيقول لك إيه؟ بيقول لك: يقول الفيلسوف اليوناني هيرقليدس إننا نبحث عن المعارف في عوالمنا الخاصة، لا في العالم الكلي المشترك بيننا جميعا. بص، عوالمنا الخاصة. عمك هيرقليدس بيقول لك عالمنا الخاص. طب بالله عليك، بالله عليك يا شيخ، أنت هنا ما عرفتش الإجابة؟ يعني قبل ما نقول هو عايز إيه أصلا، أنت هنا ما عرفتش؟ عالم داخلي، عالم خاص يا عم، من غير ما اقرا اصلا انت عايز اوهام كهف. بس على فكره ده مش صح، لازم تقرا. لازم تقرا. تعال نقرا بقى سوا. بيقول لك ايه؟ بيقول لك استخرج مما سبق احد اوهام بيكون مدللا عليه بمثال. خلاص يا عم، انا قلت لك ان دي اوهام الكهف، ودي اخطاء فرديه يقع فيها الفرد من تكوينه الخاص وبيئته وثقافته ومش عارف ايه. وهنا اقول لك المثال اللي عليها
اللي هو بيقول لك الطالب المدخن يعتقد أن هذا من الرجولة وفقًا لثقافته. هنا الطالب هو يا ابني بتشرب سجاير ليه؟ هو كده. طب يا ابني مزاجي، يا حبيبي ما حدش ليه حاجة عندي، يا ابني ده مُضِر هتموت، أنا عايز أموت، يا ابني أنت عبيط، إيه اللي عايز أموت؟ فطبعًا يا جماعة ديّة أوهام الكهف ودوّة المثال. السؤال اللي بعد كده بيقول لك كانت الطبيعة في البداية، الطبيعة في البداية مسيطرة على مفرداتها. بالراحة كده من غير أي حاجة، ولكن تدرج الأمر وأصبح الإنسان هو الذي يفتك بالطبيعة ويفتك بالطبيعة. استخلص مما سبق 2 من مراحل علاقة الإنسان بالبيئة. طيب بالراحة كده، كانت الطبيعة في البداية مسيطرة على مفرداتها. طب بالراحة، هي الطبيعة كانت مسيطرة إمتى؟ بكل بساطة أهو، بكل هدوء أنا مش هاتعصب. أنت اللي بتعصبني والله العظيم، بس أنا مش هاتعصب دلوقتي. دلوقتي الطبيعة يا عم كانت مسيطرة إمتى؟ في التقديس والتأليه. لا للتفسير والتوظيف، اقفل الفيديو وقوم اتكل على الله بعد إذنك، بعد إذنك قوم امشي. كده أنا تعبت معاك. هنا يا جماعة دوّة التقديس والتأليه، فأنا هاقول له يا عم إن الجزء الأول ده التقديس والتأليه، تمام؟ ده أول جزء، ولكن تتدرج الأمر، وأصبح الإنسان هو الذي يفتك بالطبيعة. طيب هو الإنسان أفتك الطبيعة إمتى؟ حلب الطبيعة حلب كلي إمتى؟ قهر واستبداد. بالله عليك ما تقولش استغلال وسيطرة، بالله عليك استغلال وسيطرة لأ غلط، والله غلط صفر، هتاخد صفر أقسم بالله وهتزعل، مش هيزعل غيرك، يا فاشل، يا فاشل، يا فاشل، يا فاشل، هتزعل. خليك معايا هنا، ديّة كده اسمها أوهام إيه لخبطتوني منكم لله. دي يا جماعة اسمها مرحلة القهر والاستبداد، وديّة كانت الشق التاني من السؤال. يبقى هنا الأوهام الأولى أو المرحلة الأولى اسمها التقديس والتأليه، أما الشق التاني من الجملة ديّة مرحلة القهر والاستبداد. طبعًا هتشرح دي وتشرح دي، دول مفهومش أي حاجة. وبكده يا شباب يكون خلص معانا التقييم الأسبوعي التاني. يا رب بس تكون أنت استفدت يعني لو 50% من الكلام دوّة. والله الكلام ده يا جماعة مهم، وده أسئلة امتحان، وإن شاء الله في ضهرك وإن شاء الله معاك. وهاعمل لك مراجعات شهرية قوية جدًا، جدًا، جدًا إن شاء الله. وكمان هاشرح لك فلسفة البيئة، هاشرح لك البيوتيقا، كل حاجة إن شاء الله هتلاقيها على قناتنا على اليوتيوب. بإذن الله ما تقلقش، أنا معاك وفي ضهرك، وبإذن الله هتجيب ال60 في المادة دي. تمام يا جماعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.